في لحظة عادية كده وانت قاعد لوحدك ممكن يجيلك إحساس غريب، إحساس إنك متأخر، إحساس إن في حاجة غلط رغم إنك مش عارف إيه بالظبط. بتبص حواليك بتلاقي الناس ماشية، عايشة، بتحقق حاجات، بتوصل لأماكن، وانت لسه مكانك. مش لازم يكون في حدث كبير، ممكن تكون سمعت إن صاحبك اتجوز، أو زميلك اتترقى، أو حد قريب منك بقى عنده بيت. حاجات عادية طبيعية بتحصل للناس، بس في لحظة معينة الحاجات دي بتحسسك إنك واقف في مكانك والعالم كله عدى. والأغرب إن الإحساس ده مش بيستنى حاجة حقيقية تحصل، أحياناً بيجي لوحده من غير سبب واضح. بتفتح عينك الصبح وهو موجود، إحساس بالتقصير، بالتأخر، بإنك مش كفاية، وتبدأ تسأل نفسك أنا فين من الناس؟ أنا وصلت لإيه وهم وصلوا لإيه؟ ودي لحظة مش بسيطة خالص، لحظة بتخليك تحس إن كل اللي بتعمله قليل، إن كل اللي وصلت له مش كفاية، وإن مهما تعمل في حد دايماً أحسن منك، أسرع منك، أنجح منك. وبعدين تيجي لحظة تانية أهدى شوية وتسأل نفسك ليه أنا بعمل كده؟ ليه بقارن نفسي بالناس طول الوقت؟ ليه مش قادر أعيش حياتي من غير ما أبص على حياة غيري؟ السؤال ده مش بسيط، والإجابة عليه أعمق بكتير مما نتخيل. لو رجعنا لورا شوية لبداية الإنسان على الأرض هنلاقي إن المقارنة مش حاجة جديدة. الإنسان من زمان، من أول ما كان بيعيش في جماعات صغيرة في الكهوف والغابات، كان بيقارن نفسه بغيره، مش علشان ضعيف، لكن علشان محتاج يفهم مكانه وسط الجماعة. مين أسرع في الجري؟ مين أقوى في الصيد؟ مين أذكى في اتخاذ القرارات؟ الأسئلة دي كانت مهمة جداً، لأن الإجابة عليها كانت بتحدد مين اللي هيبقى ومين اللي مش هيبقى، مين اللي الجماعة هتحميه ومين اللي ممكن يتساب لوحده. المقارنة كانت أداة بقاء، كانت طريقة الإنسان يفهم بيها نفسه ويفهم العالم حواليه، كانت وسيلة يعرف بيها قيمته، دوره، مكانه، ومن غيرها كان ممكن ما يعرفش يتصرف صح أو ياخد قرارات تحميه. يعني المقارنة في الأصل مش عيب، مش ضعف، مش علامة نقص، لكن غريزة قديمة اتزرعت جوانا من زمان علشان نعرف نعيش وسط الناس. الإنسان البدائي كان بيبص على اللي جنبه، يشوف مهاراته، قدراته، إنجازاته، ومن خلال المقارنة دي كان بيتعلم، بيفهم إيه اللي ممكن يعمله أحسن، إيه اللي محتاج يطوره، إيه اللي ممكن يتعلمه من غيره. المقارنة كانت مراية بتعكس الواقع، بتوضح الفروقات، بتساعد الإنسان يفهم نفسه من خلال فهمه لغيره. وده كان طبيعي، كان صحي، كان ضروري. لكن المشكلة إن الحياة اتغيرت والظروف اتغيرت، وإحنا لسه شايلين نفس الغريزة القديمة دي، بس في عالم مختلف تماماً. زمان المقارنة كانت محدودة، كنت بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك، اللي بتشوفهم كل يوم، اللي عايشين نفس ظروفك تقريباً، كنت عارف حياتهم وهم عارفين حياتك. المقارنة كانت ليها سياق، ليها حدود، ليها معنى. كنت عارف إن صاحبك اللي نجح في الصيد قعد ساعات طويلة يتدرب، إن جارك اللي ابن بيت اشتغل شهور وتعب، إن أخوك اللي بقى قوي مر بتجارب صعبة خلته كده. كنت شايف الرحلة كلها مش بس النتيجة. لكن دلوقتي المقارنة بقت في كل حتة، بقت مفتوحة على عالم كامل، بقت مش مع الناس اللي حواليك بس، لكن مع ناس مش عارف عنهم حاجة، ناس عايشة في بلاد تانية، ظروف تانية، حياة تانية تماماً. وانت قاعد في بيتك بتشوف حياة الناس، بتشوف إنجازاتهم، نجاحاتهم، لحظاتهم الحلوة، وبتبدأ تقارن من غير ما تفكر إن اللي بتشوفه ده مش كل الحقيقة. لأن الناس طبيعي بتعرض الجزء الحلو، الجزء الناجح، الجزء اللي يستاهل يتشاف. محدش بيعرض الفشل، الخوف، التعب، الشك. محدش بيقولك عن الليالي اللي عيط فيها، أو القرارات اللي ندم عليها، أو المرات اللي حس فيها إنه مش كفاية. وإنت بتقارن حياتك كلها بأحسن لحظات حياة غيرك، بتقارن الداخل بتاعك بالخارج بتاع الناس، وده طبعاً مش عادل، مش منطقي، ومستحيل ينفع. تخيل إنك بتبص على واحد واقف على قمة جبل وإنت لسه في الوادي، بتحس إنه أحسن منك، أقوى منك، وصل لحاجة إنت لسه بعيد عنها. لكن إنت مش شايف الرحلة اللي عملها علشان يوصل للقمة دي، مش شايف عدد المرات اللي وقع فيها، مش شايف الأوقات اللي فكر يستسلم فيها، مش شايف الثمن اللي دفعه. إنت بس شايف القمة وبتقارن نفسك بيها. في حاجة تانية كمان، المقارنة دلوقتي بقت دايماً لفوق. يعني أنت نادر جداً تقارن نفسك بحد أقل منك أو في ظروف أصعب، لأ، أنت دايماً بتبص لفوق، لحد أنجح، أغنى، أسعد، أجمل، أقوى.
وده بيخليك تحس دايما إنك ناقص، إن مهما تعمل مش هتوصل، إن السلم طويل قوي وإنت لسه في أول درجة. والحقيقة إن السلم ده ملوش آخر، علشان دايما هيبقى في حد فوقك، دايما هيبقى في حد عمل أكتر، وصل أبعد، حقق أكبر. لو فضلت تبص لفوق طول الوقت مش هتشوف أبدا اللي وصلت له، مش هتحس أبدا بقيمة اللي عملته، مش هتقدر تستمتع باللحظة لأنك مشغول بلحظة حد تاني. ممكن تكون عملت حاجة كويسة النهاردة، حاجة تفرق معاك، تفرق مع حد قريب منك، لكن بدل ما تفرح بيها بتبص على حد تاني عمل حاجة أكبر، وتحس إن اللي أنت عملته مش كفاية. وبكده كل إنجاز بيتحول لنقص، وكل خطوة لقدام بتحس إنها خطوة متأخرة، وكل لحظة فرح بالتلوث بإحساس إنك كان المفروض توصل لأكتر من كده. وفي حاجة تالتة أصعب شوية، إن المقارنة بتخليك تنسى السياق، تنسى إن كل واحد عنده ظروفه، مساره، تحدياته، إن اللي نجح في حاجة ممكن يكون فشل في حاجات تانية كتير، إن اللي وصل لحاجة ممكن يكون دفع تمن غالي علشان يوصلها. أنت بتشوف النتيجة بس مش بتشوف الرحلة، بتشوف النجاح بس مش بتشوف التضحيات، بتشوف الصورة الحلوة بس مش بتشوف الأيام الصعبة. وبتقارن نفسك بحاجة ناقصة، بحاجة مش كاملة، بحاجة مش حقيقية. الواحد ممكن يشوف حد نجح في شغله، بقى مشهور، معروف، عنده فلوس، ويبدأ يقارن نفسه بيه، يحس إنه فاشل، متأخر، مش قد الحياة. لكن اللي مش شايفه إن الشخص ده ممكن يكون ضحى بعلاقاته علشان الشغل، ممكن يكون بعيد عن أهله، مفقود أصحابه، مش لاقي وقت لنفسه، ممكن يكون نجح في حاجة وخسر حاجات تانية كتير. النجاح مش خط مستقيم ومش حاجة واحدة، كل واحد بيختار إيه اللي مهم بالنسبة له وإيه اللي مستعد يضحي بيه. وإنت لما بتقارن نفسك بحد غالباً بتقارن نفسك بس بالجزء اللي هو نجح فيه، وبتتجاهل الأجزاء اللي هو خسرها أو ما وصلهاش. طيب ليه بنقارن نفسنا أكتر دلوقتي؟ ليه الإحساس ده بقى أقوى، أوضح، أصعب؟ جزء من الإجابة إن الحياة بقت أسرع، كل حاجة بتحصل بسرعة، الناس بتتخرج، بتشتغل، بتتجوز، بتخلف، بتنجح، وانت لسه بتحاول تفهم انت عايز ايه أصلاً. وده بيخليك تحس إنك متأخر، إن الوقت بيعدي وانت واقف، إن في سباقي وانت مش لاحق تجري فيه. بس الحقيقة إن مفيش سباق، مفيش خط نهاية واحد للكل، كل واحد عنده مساره، وقته، إيقاعه. اللي يناسبه مش لازم يناسبك، واللي يناسبك مش لازم يناسبه. لكن الضغط موجود، الضغط إنك لازم توصل، لازم تحقق، لازم تبقى حاجة. والضغط ده مش دايماً بيجي من بره، أحياناً بيجي من جواك أنت، من فكرتك عن نفسك، عن اللي المفروض تكونه، عن اللي المفروض توصله. وبتبدأ تقارن نفسك مش بالناس بس، لكن كمان بالصورة اللي رسمتها في دماغك عن نفسك. والصورة دي غالباً مثالية، مستحيلة، وبعيدة عن الواقع. في صوت جواك بيقولك المفروض دلوقتي تكون وصلت لكذا، المفروض تكون حققت كذا، المفروض حياتك تبقى بالشكل ده. والصوت ده قاسي، مش بيرحم، مش بيشوف الظروف، مش بيعترف بالمجهود، بس بيحاسب على النتيجة. وانت بتفضل تجري ورا صورة مثالية عن نفسك، صورة ممكن متكونش حتى صورتك الحقيقية، لكن صورة اتبنت من توقعات الناس، من ضغوط المجتمع، من أفكار قديمة عن النجاح والفشل. في حاجة تانية بتحصل كمان، إن المقارنة مش بتقف عند حد معين. بمجرد ما توصل لحاجة كنت بتقارن نفسك بيها، بتلاقي نفسك بتدور على حاجة جديدة تقارن نفسك بيها. يعني مثلا لو كنت بتقارن نفسك بحد عنده شغل كويس، ولما تلاقي شغل كويس مش بتقف وتفرح، لا، بتبدأ تقارن نفسك بحد عنده شغل أحسن، أو مرتب أعلى، أو منصب أكبر. ولو كنت بتقارن نفسك بحد عنده بيت، ولما تشتري بيت مش بتحس بالإنجاز، لا، بتبدأ تقارن بيتك ببيوت أكبر، أفخم، في أماكن أحسن. المقارنة بتتحول لدايرة مفرغة، مفيش نقطة توقف، مفيش لحظة كفاية، دايما في حد فوق، دايما في حاجة أكتر، دايما في مستوى أعلى. وبكده الحياة كلها بتتحول لسباق مش بيخلص، سباق مش عارف ليه بتجري فيه، ولا رايح فين، ولا إيه اللي هيحصل لو وصلت. طيب هل المقارنة وحشة دايما؟ هل لازم نبطلها خالص؟ الإجابة لا، المقارنة أحياناً بتكون مفيدة، بتكشف لك رغبة ما كنتش واخد بالك منها، بتوضح لك اتجاه كنت محتاج تشوفه، بتديك دافع، طاقة، حافز. لو شفت حد نجح في حاجة وحسيت بشعور حلو تجاهه، مش غيرة لكن إعجاب، ممكن ده يكون علامة إنك أنت كمان عايز تنجح في نفس الحاجة.
ممكن يكون إشارة إن في جزء منك بيحلم بنفس الحلم. المقارنة ممكن تكون بوصلة بتوريك طريق ما كنتش شايفه، بتخليك تفكر في احتمالات ما كنتش واخد بالك منها، بتفتح عينك على إمكانيات جديدة. المشكلة مش في المقارنة نفسها، المشكلة في الاستمرار فيها، في إنها تبقى عادة، في إنك تفضل تقارن نفسك طول الوقت بكل الناس في كل حاجة. لما المقارنة تبقى لحظة ممكن تكون بداية، بس لما تبقى حالة دايمة بتبقى سجن. الفرق بين المقارنة المفيدة والمقارنة المؤذية هو الفرق بين إنك تستخدمها كأداة فهم أو تستخدمها كأداة عقاب. لما تقارن نفسك بحد علشان تفهم إيه اللي ممكن تتعلمه منه، إيه اللي ممكن تطوره في نفسك، ده شيء. لكن لما تقارن نفسك بحد علشان تثبت لنفسك إنك فاشل، ناقص، مش كفاية، ده شيء تاني خالص. في لحظة معينة بتكتشف حاجة غريبة، إن المقارنة بتخليك تبص على حياتك بعيون حد تاني، بتخليك تحكم على نفسك بمعايير مش معاييرك، بتخليك تقيس نجاحك بمقاييس مش مقاييسك، وبتنسى تسأل نفسك أنا فعلاً عايز إيه؟ أنا بحلم بإيه؟ أنا سعيد بإيه؟ بتبقى مشغول بسؤال أنا وصلت لإيه مقارنة بالناس، بدل ما تسأل أنا وصلت لإيه مقارنة بنفسي. وده بيخلي حياتك مش بتاعتك، بيخليها انعكاس لحياة غيرك، لأحلام غيرك، لمعايير غيرك، وبتفضل تجري ورا حاجات مش علشان انت عايزها لكن علشان الناس عايزاها. بتفضل تحقق إنجازات مش علشان بتفرغ معاك لكن علشان بتبان حلوة من بره، وفي الآخر حتى لو وصلت مش بتحس بحاجة، لأن الوصول ده ما كانش ليك من الأساس. تخيل إنك بتعيش حياة حد تاني، بتلبس أحلامه، بتمشي في طريقه، بتحقق أهدافه، وإنت في كل ده مش موجود، مش حاسس بنفسك، مش عارف إنت مين ولا عايز إيه. ده أصعب نوع من أنواع الضياع، إنك توصل لحاجة وتكتشف إنها مش حاجتك. الموضوع مش إنك تبطل تقارن نفسك تماماً، ده شبه مستحيل. المقارنة جزء من طبيعتك، من تكوينك، من طريقة دماغك في الشغل، لكن الموضوع إنك تبقى واعي، تبقى فاهم إمتى المقارنة بتفيدك وإمتى بتأذيك، إمتى بتوضح لك طريق وإمتى بتضيعك عن طريقك. تبقى قادر تسأل نفسك أنا بقارن نفسي دلوقتي علشان أفهم حاجة عني ولا علشان أعاقب نفسي على حاجة مش موجودة. تبقى قادر تفرق بين المقارنة اللي بتدفعك لقدام والمقارنة اللي بترجعك لورا. تبقى قادر تشوف نفسك مش بعيون الناس لكن بعيونك أنت، وده محتاج شجاعة، لأن إنك تشوف نفسك زي ما أنت من غير تجميل ولا مبالغة، من غير مقارنة ولا أحكام، ده مش سهل. محتاج إنك تقبل نفسك بكل نقصك، بكل أخطائك، بكل اللي لسه مش واصله، وفي نفس الوقت تشوف كل اللي وصلت له، كل اللي عملته، كل اللي اتعلمته. محتاج إنك تبقى صادق مع نفسك، تعترف إنك ساعات بتغلط، ساعات بتقع، ساعات بتحس إنك تعبان أو مش عارف، وده عادي، ده جزء من كونك إنسان. في النهاية كل واحد فينا عنده رحلته، رحلة مختلفة، خاصة فريدة، فيها نجاحات وفيها فشل، فيها لحظات فخر ولحظات ندم، فيها خطوات للأمام وخطوات للورا. والرحلة دي مش محتاجة تبقى زي رحلة حد تاني، مش محتاجة تبقى أسرع ولا أنجح ولا أكبر، محتاجة بس تبقى بتاعتك، لأن في الآخر أنت اللي هتعيش حياتك دي، مش الناس اللي بتقارن نفسك بيهم، مش المعايير اللي بتحاول توصلها. أنت وحياتك تستاهل إنك تعيشها بطريقتك، تستاهل إنك تختار أحلامك أنت مش أحلام غيرك، تستاهل إنك تمشي بسرعتك مش بسرعة الناس. ممكن تسأل نفسك في لحظة هدوء بعيد عن الضوضاء والضغط، أنا بقارن نفسي بالناس علشان أكتشف حاجة جديدة عني ولا علشان أحس إني ناقص؟ أنا بقارن نفسي علشان أطور نفسي ولا علشان أعاقب نفسي؟ أنا بعيش حياتي ولا بعيش حياة شخص تاني في خيالي؟ السؤال ده مش محتاج إجابة دلوقتي، لكن محتاج تفكير، محتاج صدق مع النفس، محتاج لحظة تبص فيها جواك مش بره، لأن الإجابة موجودة عندك مش عند حد تاني. وممكن الإجابة دي تكون بداية إنك تعيش حياتك بشكل مختلف، بداية إنك تشوف نفسك بشكل مختلف، بداية إنك تفهم إن المقارنة مش عدوك لكن الاستمرار فيها من غير وعي ده اللي ممكن يضيعك.